احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في فرع جديد في الماث. سيبك بقى من الالجبرا وسيبك من الجيومتري. فرعنا النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها statistics. العلم ده او الفرع ده خاص بيه ان هو يكولكت الداتا ويورجنايز الداتا، يعني يبدأ ان هو يجمعها وينظمها ويبدأ ان هو يدرس الداتا اللي موجودة دي، يجمع شوية أسئلة زي اللي انت كنت اخدتها في السنة اللي فاتت زي ال statistical questions. وفي منها انواع categorical بتجمع لك categorical data، وفي اللي منها اللي بيجمع لك numerical data. فاحنا هنبدأ ناخد شوية حاجات كنا اخدنا زيها السنة اللي فاتت ونكمل عليها بإذن الله. كنا احنا اخدنا السنة اللي فاتت حاجة اسمها مود، والمود هو اكتر نمبر اتكرر، الموست frequent number من الداتا اللي موجودة قدامك. فلو جه هنا سألك بيقولك from the data set 5 3 8 9 8 12 the mod is، من المود هنا المود هو أكتر رقم اتكرر، أكتر رقم اتكرر هو ال 8. يبقى هنا ده كده المود. بعد كده بيقول لي from the data set 3 و 7 و 2 و 7 و 3 و 8. هتلاحظ ان 3 جت مرتين وان 7 جت مرتين. طب مين اتكرر فيهم اكتر؟ مفيش، هما الاتنين اتكرروا مرتين زي بعض. بالتالي هقول له يبقى المود بتاعنا هنا هو ال 3 وال 7، وبيكون نوعها باي موديل. هنا بيقول لي طب لو انا معايا 15 16 9 18 11، مين المود هنا؟ هنا مفيش ولا رقم اتكرر، فالداتا اللي قدامك has no mod، ما عندهمش مود، مفيش اي رقم اتكرر هنا. طيب لو جالي الشكل مرسوم بالدوت بلوت زي اللي تحت ده، زي اللي كنت اخدته برضو في جريد 6، قال لي بص يا مستر، اكتر رقم عنده دوتس يبقى هو ده اكتر رقم اتكرر. يعني هنا ال 30 جت كام مره؟ 1 2 3 4 5. هنا ال 50 جت كام مره؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى بالتالي هنا ال 50 هي اكتر رقم اتكرر، يبقى المود بتاعنا هنا هيكون كام؟ هيكون 50. راح جاي قال لي طب احنا كنا كمان السنة اللي فاتت غير المود كنا اخدنا حاجة اسمها ميديان ومين. المين هنخليه له الحصة الجاية. تعال نشوف الميديان. هنا الميديان كان عشان تجيبه اول حاجة كنت بترتب الداتا اللي قدامك. يعني مثلا انا معايا 42 23 17 30 20، بروح ارتب الداتا دي ascending order، وبعد كده باخد الميدل فاليو يبقى هو ده الميديان. فهنا لما اجي ارتبهم من الصغير للكبير، ال 17 الاول، بعد كده في 20، بعد كده في 23، بعد كده في 30، وبعد كده في 42. بكنسل واحد من هنا وواحد من هنا عشان اوصل للرقم اللي في النص، بكنسل واحد وكنسل اكنسل وكنسل، وصلت للرقم اللي في النص بالظبط اللي هو مين؟ اللي هو 23. يبقى بالتالي هنا الميديان is 23، ده الميديان. بعد كده بيقول لي طب افرض كانت الداتا اللي معايا 17 27 و 13 و 23 و 24 و 13 و 21، دول عددهم even number، يعني دول 1 2 3 4 5 6، دول عددهم even number. فأنا علشان أحسبها هقول له هنا 13، وهنا 13 كمان، وهنا في كمان اللي عليه الدور 21، وعندي بعدها 23، وعندي بعدها 24، وبعدها 27. ولما اجي اكنسل واحد من اليمين وواحد من الشمال عشان نوصل للرقم اللي في النص، لقيت ان انا اتبقى لي اتنين في النص. لو كنسلت الاتنين مش هيبقى لي حد. فبالتالي هنا انا هعمل ايه؟ قال لي هضطر ان انا اروح اعمل لهم بلس واعمل لهم ديفايدد 2. يعني هروح اعمل 21 بلس 23 ديفايدد 2، واللي هي تطلع معايا 44 ديفايدد 2، يعني 22، وتكون دي الاجابه. في ناس بتقوم قايله لك يا مستر لو الارقام سهله زي كده، الحركه دي احنا بنعملها عشان نجيب النمبر اللي في النص ما بين الاتنين بالظبط. فلو انت معاك 21 و 23، مين الرقم اللي في النص بالظبط ما بينهم؟ 22. فخلاص مش محتاج ان انا اعمل الخطوه دي، يبقى الميديان بتاعي على طول هو مين؟ هو 22. ولكن مهم جدا انك تبقى قادر تحدد ترتيب النمبرز بشكل صح عشان تقدر تطلع الميديان بشكل صحيح. كان في كمان حاجة بخصوص الميديان. كنا احنا اخدنا حاجة السنة اللي فاتت اسمها بوكس بلوت. ايه هو البوكس بلوت؟ تعال اعرفك واعرفك ايه هو كمان الفايف نمبر سمري. اول حاجة انا معايا شوية داتا، محتاج ان انا ارتبهم الاول عشان اقدر اجيب الميديان. فهنا بيقول لي اصغر حاجة عندي هنا 1، بعد كده في 2، في كمان 3، في 4، مفيش 5، في 6، في 7 و7، وفي 8، مفيش 9، مفيش 10،
مفيش 11، في 12 وفي 13. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بطلع الميديان زي ما احنا اتفقنا، بكنسل واحدة من هنا وواحدة من هنا لحد ما اطلع الميديان. كنسل 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 كنسل. هنا احنا كنسلنا من هنا 4 وكنسلنا من هنا 4. تمام. لسه لك مين هنا؟ لسه لك ال6 وال7. طب ال6 وال7 دول مالهم؟ قال لي ال6 وال7 دول انا عايز اجيب الميديان، فهيكون الميديان هو الرقم اللي في النص ما بينهم. مين الميديان؟ قال لي الميديان يا مستر هيكون هو ال 6.5، لان 6 بلس 7 13، ولما اعمل لهم ديفايد 2 يطلع لي 6.5. تاني، احنا ترتبنا النمبرز بتاعتنا 1 2 3 4 6 7 7 و8 و12 و13. رتبت الداتا اللي معايا كلها، كنسلت واحدة من ال 13 واحدة من ال 1 2 و 12 8 و 3 4 و 7، اتبقى لي ال 6 وال 7. فجبت الميديان هو الرقم اللي في النص ما بينهم اللي هو 6.5. هو عادي يا مستر يطلع ديسيمال؟ اه عادي جدا يطلع ديسيمال. الميديان والمود والمين كمان المرة الجاية عادي يطلعوا ديسيمال، مفيش أي مشكلة. ماشي يا مستر، احنا كده جبنا الميديان ب 6.5. ايه بقى البوكس بلوت وايه الفايف نمبر سمري ده؟ تعالى اقول لك. الفايف نمبر سمري ده عبارة عن ريكتانجل بيكون موجود فيه 5 كولمز، وبتقدر تجيب بيه المينيمم اللي هو اقل رقم موجود، واقل رقم موجود عندك هو ال1. فده ايزي. بعد كده في عندي كمان بجيب الماكسيمم، والماكسيمم هو ال13 لان هو اكبر رقم موجود. والميديان اللي هو نفسه السكند كورتل. السكند كورتل ده اللي هو الكيو 2، كنا اخدناه السنة اللي فاتت. والميديان احنا جبناه ب 6.5. في عندي كمان الكيو 1 اللي هو اللور كورتل او الفيرست كورتل، وعندي كمان الكيو 3 او الثيرد كورتل. الاتنين دول بقى بجيبهم ازاي؟ يعني ال1 اللي هو المينيمم ماشي عارفينه، الماكسيمم اللي هو ال13 ماشي عارفينه، ولكن الكيو 2 اللي هو الميديان ده ايه؟ ده 6.5 وده احنا حسبناه دلوقتي. ايه بقى كيو 1 وايه كيو 3؟ تعال اقول لك. مش احنا هنا لما جبنا الميديان قسمنا الداتا نصين؟ ايوه. في نص في الاول وفي نص تاني، صح ولا غلط؟ قال لي صح. قال لي هتروح لكل هاف منهم تجيب الميديان بتاعه. لو رحت للنص الاول جبت الميديان بتاعه هيطلع معاك مين؟ النص ده لوحده كده هيطلع معاك مين؟ قال لي يا مستر هيطلع معايا 3. الميديان بتاع الفاليوز دي هو 3. لو كنسلت ال1 وال6 وال4 وال2 الميديان هنا هو ال 3. وده هو الفيرست كورتل او الكيو 1 equal 3. طب والثيرد كورتل؟ قال لي هروح للنص التاني من الفاليوز واجيب الميدل فاليو برضو اللي هي هتبقى مين؟ كنسل 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 كنسل، طلع لك مين؟ ال8. يبقى الكيو 3 هنا هو ال8. يبقى انت كده معاك المينيمم ومعاك الميديان معاك الماكسيمم. والكيو 1 جبناها ب 3 والكيو 3 جبناها ب 8. ازاي بقى اقدر ارسم البوكس بلوت؟ قال لي هتروح تجيب نمبر لاين، ترسم نمبر لاين عادي خالص، وبعدين هتروح تكتب عليه النمبرز بتاعتك. انا عندي من اول 1 لحد 13، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. انا مزود ارقام من عندي جدعان. مستر هتقولي طب بس ده في 5 واحنا ما كانش عندنا 5. مش شرط ان انا اكتب النمبرز اللي قدامي بس، النمبر لاين بيتكتب كامل وبعد كده انت بتنقي من عليه اللي انت عايزه، انما النمبر لاين ما بينقصش. تمشي بنفس السكيل اللي بدأت بيه. قعدت تزود 1 اقعد تزود 1، قعدت تزود 2 كمل بتزود 2، قعدت تزود 5 ابدأ بتزود 5 وكمل بتزود 5. انما تكتب 1 2 4 6 وكده ما ينفعش. 1 2 يبقى تمشي 3 4، بدأت 2 4 6 يبقى تكمل 8 10 12، بدأت 5 10 15 تكمل 20 25 30 35، بدأت 10 20 30 تكمل 40 50 60. على حسب السكيل اللي بدأت بيه كمل بيه. ما تبقاش ماشي كاتب نمبرز وسايب نمبرز، اكتبهم كلهم بنفس السكيل اللي بدأت بيه. هنيجي هنا ده اسمه الفايف نمبر سامري. هبدأ اريبريزنت الداتا دي على النمبر لاين ده. ازاي؟ بص، المينيمم والماكسيمم بحط عندهم بوينتس. المينيمم بحط عنده 1 بوينت اهي،
المينيمم 1 حطيت عنده بوينت، الماكسيمم 13 هحط عندها بوينت، الباقيين اللي هم الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 بروح احط عندهم لاينز. لاينز ازاي يا مستر؟ قال لي بص، الكيو 1 اللي هو 3 اهو، هحط هنا خط كده. الكيو 2 اللي هو الميديان 6.5، ادي ال 6 وادي ال 7 6.5 هنا في النص كده، واشد لاين. بعد كده الكيو 3 اللي هو ال 8، ال 8 اهي. وبعدين الثلاث خطوط دول بقفلهم ريكتانجل عشان يبقى بوكس بلوت، وده احنا كنا اخدناه في جريد 6 لو تفتكر. وبعد كده بوصل البوينت دي بالبوكس بتاعي، واوصل البوينت دي بالبوكس بتاعي. طيب الداتا دي بتجيب لي ايه؟ قال لي بص، ده كده المينيمم، ده كده المينيمم، ده كده الماكسيمم، ده كده الكيو 3 اللي هو الخط ده كده، الرقم اللي هو عنده ده كيو 3، والرقم ده كده ده الكيو 1. امال مين الخط اللي في النص ده؟ قال الخط اللي في النص ده هو الميديان، واللي هو نفسه الكيو 2 او السكند كورتل. احنا عندنا فيرست كورتل، وعندنا سكند كورتل، وعندنا ثيرد كورتل. الكيو 1 والكيو 3 والكيو 2 او الميديان، هما التلاتة نفس الحاجة. كيو 2 سكند كورتل ميديان، هما التلاتة نفس الحاجة. الكيو 1 والفيرست كورتل نفس الحاجة. ممكن كمان على الفيرست كورتل يقول لك lower كورتل، والكيو 3 يقول لك upper كورتل، برضو صح، مفيش فيه اي مشكلة. تعال نحل كمان سؤال، بس المرة دي هنحل على الدوت بلوت، وبعد ما نجيب الدوت بلوت هنرجع تاني نرسم البوكس بلوت يا سيدي. هنا بيقول لي ده بقى بداية شغلك في درسك. هو اي نعم كل الحاجات اللي بنتكلم فيها قديمة، ولكن يعني ايه، في حاجات احنا قلناها كريفيجن، وفي حاجات بنعيدها من تاني عشان هي بالفعل موجودة في درسك، رغم ان انت برضو واخدها قبل كده. تعتبرها ريفيجن، تعتبرها جديد، اعتبرها زي ما تعتبرها، المهم تكون مركز معايا. دلوقتي بيقول لي a teacher asked his students how many books did you read last year. فالاجابات بتاعت العيال كانت 1 5 4 4 2 مش عارف ايه زي ما انت شايف. بيقول لي represent this data with a dot plot. الدوت بلوت برسمه ازاي، وفرق ما بين الدوت بلوت والبوكس بلوت. الدوت بلوت شايف الشكل ده، ده كده الدوت بلوت، وهرسم زيه دلوقتي. ده كده اللي احنا رسمناه هنا اللي فيه صندوق ده البوكس بلوت. تعالى بقى نحل ده بالدوت بلوت الاول. هاجي هنا انا معايا النمبرز من اول كام لحد كام، اصغر حاجه 1 واكبر حاجه 6. يبقى هنا 1 2 3 4 5 6. عايز تكتب 7 اكتبها يا جدعان عشان ما تسيبش المكان فاضي، براحتك، كده كده مش هنحط عندها حاجه. بعدها تعالى بقى نشوف ال1 ظهر كم مره. انا عندي هنا 1 وعندي هنا 1، ظهر كم مره؟ مرتين. هنحط عنده 2 دوتس، ادي دوت وادي التانية. بعد كده ال2 ظهرت كم مره؟ ادي مره، التانية. يبقى هنا دوت وهنا دوت. بعد كده ال3 ظهرت كم مره؟ ادي 1 2 3، 1 2 3. بعد كده الفور ادي 1 2 3 4، 1 2 3 4. بعد كده الفايف 1، احنا في هنا فور سيبناها ولا عدناها؟ دي 1 2 3 4 5، يبقى هما 5، يبقى هنا في واحدة ناقصة. بعد كده الفايف ادي 1 2 3، 1 2 3، وال6 جت كام مرة؟ 1 2. وبالتالي ده كده رسمة الدوت بلوت، وكده خلص الدوت بلوت وخلص الايه الطلب الاولاني. قال لي انا عايزك تجيب لي المود. عينيا، ما هو المود از اكتر رقم اتكرر عندك هنا مين؟ باين من الدوت بلوت واضح، وهو الفور. اكتر رقم اتكرر عندي هو الفور لانه جه 5 مرات. بعد كده قال لي طب انا عايزك تجيب لي الميديان والفيرست كورتر والثيرد كورتر وترسم لي كمان البوكس بلوت. حاضر. اول حاجه بس انا محتاجها ان انا ارتب الداتا بتاعتي عشان اجيب لك الميديان والفيرست والثيرد كورتل. انا محتاج الاول ان انا ارتبهم. فهنا انا معايا 1 و1، برتب من الدوت بلوت اسهل لي لان هما كده بالفعل مترتبين. وال2 جت مرتين، وال3 جت 3 مرات، 1 2 3. ال4 جت 5، 1 2 3 4 5. ال6 ال5 لسه جت 3 مرات، 1 2 3. وال6 جت مرتين اهو. هنبدأ ان احنا نكنسل.
واحدة يمين واحدة شمال، واحدة شمال واحدة يمين، واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال، بحيث ان انت توصل للايه الرقم اللي في النص بالظبط من غير ما تكون غلطان. اتبقى لك مين؟ الفور. يبقى الفور هنا هي الميديان. كلام جميل. بعد كده هروح اخد الداتا اللي قبل الميديان، واروح احسب ليها الميديان تاني واسميه كيو 1، واروح اجيب الداتا اللي قبل او اللي بعد الميديان واروح اجيب لهم الميديان تاني واسميه كيو 3. مستر بس في حاجة غريبة هنا، حضرتك اخدت الميديان 4 ما اخدتش الفور تاني مع باقي الفاليوز، وفي اللي فاتت كان الميديان 6.5 اخدت ال6 تاني مع دول واخدت ال7 تاني مع دول. فلو انت لاحظت كده يبقى انت واد شاطر. ليه؟ لما يكون الميديان انا جبته عن طريق ان انا اعمل بلس وديفايدد 2، باخد الارقام اللي عملت لها بلس معايا تاني في شغل تاني بحسبها معايا تاني. انما طالما الميديان هنا كان معايا صريح، معايا الميديان هنا صريح، هو الميديان بتاعي 4، خلاص مش هاخده تاني معايا في الشغل، هاخد الفاليوز اللي قبله والفاليوز اللي بعده وبس. طالما عددهم كان اود، طالما هم كانوا اود، الميديان مش هاخده معايا تاني في الشغل خلاص في الكيو 1 والكيو 3. ولكن هنا عددهم كان ايفن، فالرقمين اللي عملت لهم بلس وجبت بهم الميديان هاخدهم معايا تاني في الكيو 1 والكيو 3. بالتالي هنا الكيو 1 يبقى معانا مين؟ هنروح نجيب بس ايه لون تاني ولا حاجة نكنسل بيه. كنسل، 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 كنسل. هنا لسه في اتنين بس مش عارف اكنسل واحدة منهم، فبالتالي هقول له ان الكيو 1 بتاعي هو 2.3. انا كنسلت من هنا 3 وكنسلت من هنا 3، اتبقى لي 2، وبالتالي يطلع لي 2.5. 2.5 اللي هو 2 plus 3 divided 2. 2 plus 3 divided 2 2.5. طب هنا نفس الفكرة، كنسل 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 كنسل، هيبقى لك 5 و5. لما اعمل 5 بلس 5 ديفايدد 2 هيطلع لي 5 برضو، وبالتالي هنا الكيو 3 يطلع معايا 5. يبقى انا كده جبت لك مين؟ الميديان والفيرست كورتل والثيرد كورتل، وكنت جبت لك قبلها المود، وكنت رسمت لك الدوت بلوت. كده لسه لك مين عندي؟ بس ان انا ارسم لك البوكس بلوت. عشان ارسم البوكس بلوت محتاج الفايف نمبر سمري. مين هم الفايف نمبر سمري؟ الثلاثه اللي قدامك دول اللي هم الكيو 1 والميديان والكيو 3، ومحتاج معاهم كمان المينيمم والماكسيمم. بس دول امرهم سهل، المينيمم عندك اقل رقم ظهر كان 1، واكتر حاجه ظهرت كانت كام؟ كانت 6. فهروح ارسم بقى ايه لاين تاني عشان اكتب عليه البوكس بلوت بتاعي، او ارسم عليه البوكس بلوت. عندي 1 2 3 4 5 6. هنا عند المينيمم والماكسيمم بحط دوتس، بحط بوينتس 1 و6. عند الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 بحط لاينز 2.5، يعني هنا الميديان 4 والكيو 3 5، وابدا ان انا اقفل الشكل بتاعي. البوكس بتاعي بقفله اهو، وده كله شغل من جريد 6. حتى الان احنا ما قلناش اي حاجه جديده، كل ده من جريد 6. وده يكون البوكس بلوت بتاعي، ويكون قبله رسمت الدوت بلوت ورسمت البوكس بلوت، وجبت لك المود، وجبت لك الميديان والكيو 1 والكيو 3. افتح لي كتابك في بيج 246، هتلاقي بيقول لك represent دوت بلوت، وهات لي المود وهات لي البوكس بلوت، يلا بسرعه. طبعا حلك هيكون في الكراسه مش في الكتاب، محدش يحل في الكتاب لانك هترسم، ده انت هترسم رسمتين مش رسمه، وهتعمل كل ده وهترتب الداتا بتاعتك، وكل ده هتعمله في الكتاب؟ ما سؤال مش منطقي. تعال نحل يلا مع بعض. هنا انا معايا شوية نمبرز طالب مني عليهم شوية حاجات زي الدوت بلوت وزي المود وزي البوكس بلوت. فانا اول حاجة هعملها هي ان انا ارتبهم. انا عندي هنا 3 و3 و3 و3. كام 3 هما؟ 4، يبقى 3 3 3 3. بعد كده الفور ادي 1 2 3. بعد كده الفايف 1 2 بس. بعد كده السكس، في 6 مفيش 6، في 7 1 2 3. بعد كده في 8 واحدة. وبعد كده في 9 1 2 3. هنبدأ ان احنا نرسهم على الدوت بلوت.
هكتب النمبرز بتاعتي، انا اقل حاجه عندي 3 واكتر حاجه عندي 9. ممكن ابدا بال2، ممكن ابدا بال3 عادي على طول، مش لازم ابدا بال1. انا اهم حاجه عندي ان اقل فاليو يكون ليها مكان واكتر فاليو يكون ليها مكان، والنمبرز الموجوده في النص تبقى انت عارف مكانها فين عشان تقدر تقول له ان فلان الفلاني ظهر كم مره واحطه فوق الدوتس. فهنا دي 3 4 5 6 7 8 9، وابدا. ولو زودت برضو 10 عادي مش هتفرق معانا لان احنا كده كده مش محتاجينها. ال 3 جت كم مره؟ 4، هحط عندها 4 دوتس. ال 4 جت 3 مرات، هحط عندها 3 دوتس. ال 5 مرتين بس. ال 7 3 مرات، وال 8 مره واحده، وال 9 3 مرات. تمام. دلوقتي انت عندك مين المود؟ المود عندي هو ال 3 لان هي جت مره، جت 4 مرات، دي كانت ال 3. ال 4 جت 3 مرات، ال 7 3 مرات، ال 9 3 مرات، ولكن ال 3 جت 4 مرات، يبقى هي المود. طيب، بعد ما رتبتهم وجبت لك الدوت بلوت رسمته لك خلاص، تعالى نرسم البوكس بلوت. البوكس بلوت عشان اجيبه محتاج 3 حاجات او 5 حاجات: المينيمم، الماكسيمم، ودول بيبقوا جاهزين دايركت قدامك مش محتاجين انك تحسبهم، هو 3 وال 9. فعشان كده كنت بقول لك محتاج 3 حاجات، لان دول كده كده مش محتاج احسبهم، هم موجودين ظاهرين واضحين. انما ال3 حاجات بقى اللي محتاجين نشتغل عليهم هما الكيو 1، الكيو 2، والكيو 3. الكيو 2 بجيبه الاول بان انا اكنسل واحده من هنا وواحده من هنا، واكنسل واحده من هنا وواحده من هنا، واحده وواحده، واحده من هنا وواحده من هنا، واحده وواحده، واحده وواحده، واحده وواحده، اتبقى لك 5 و5. وبالتالي الميديان بتاعي هيكون عباره عن 5 بلس 5 ديفايدد 2 اللي هو 5. وبالتالي هنا الكيو 2 هيطلع ب 5. بما ان انت العدد بتاعهم كان even وعملت الميديان 5 بلس 5 divided 2، بالتالي حضرتك هتاخد ال 5 دي تاني معاك في حساباتك وانت بتجيب ال Q1، وهتاخد ال 5 دي تاني في حساباتك وانت بتجيب ال Q3. هتكنسل واحدة من هنا وواحدة من هنا، واحدة وواحدة، واحدة وواحدة، تبقى لك 3 و 4. 3 بلس 4 divided 2 تطلع لك 3.5، وده هو ال Q1 3.5. بعد كده هتروح تجيب الكيو 3، كنسل 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 كنسل، هيتبقى لك ما بين ال 8 وال 7. يبقى انت كده معاك الكيو 3 هيطلع 7.5. 7.5. وبعدين هنروح نرسم بقى البوكس بلوت خلاص. هنرسم نمبر لاين تاني، ونروح نقول له هنا عندنا 3 4 5 6 7 8 9، وعندنا المينيمم 3 بحط عندها نقطة، الماكسيمم 9 بحط عنده نقطة، الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 بحط عندهم لاينز 3.5، 3 و 3.5 هنا اهي، كيو 2 5 والكيو 3 7.5، وابدا ان انا اوصلهم عشان نقفل البوكس بلوت بتاعي. واوصل طبعا بوصلهم بالمسطره، واوصل ايه البوكس بتاعي بالدوتس اللي احنا كنا رسمناها بتوع المينيمم والماكسيمم، ويكون كده رسمنا له البوكس بلوت، جبنا المود، رسمنا الدوت بلوت وبس. طيب، تعالى معايا في الجزء اللي بعد كده. قال لي الباراجراف ده انت اخدته في جريد 1 وجريد 2. جريد 1 وجريد 2 بعد منه هناخد كمان شويه الهيستوجرام. الباراجراف بيتكلم عن ان انت بيكون عندك في repeated data. الداتا دي سواء كانت categorical يعني وصفيه زي البلاد تايب، زي الفيفوريت كولر، فيفوريت فود، او الفيفوريت سبورت، اي حاجه. وكمان ممكن تلاقيها عباره عن numbers اللي هي quantitative data عادي، ما فيش اي مشكله. فالباراجراف ينفع معاه اي حاجه. فهنا بيقول لي انا عندي drawing فيه شويه هوبيز كده كانوا هما مختارينها بيحبوها، فتعالى نرسم او نريبريزنت الداتا دي عن طريق البار جراف زي اللي كنا اخدناه في جريد 2. طيب، اول حاجه احنا محتاجين نعمل فريكوانسي تيبل. فريكوانسي تيبل ده عشان نبقى منظمين الداتا بتاعتنا وعارفين كل حاجه ظهرت كم مره. فاحنا عندنا هنا هكتب له هنا الهوبي، الحاجه اللي هم كانوا بيحبوها، وبعد كده هروح اشوف الفريكوانسي بتاعها. تعال نشوف هنا احنا عندنا كام هوبي بيحبوها. في عندنا الدروينج، هنبدأ نعد كمان شوية موجود كام مرة. بعد كده السينجينج، بعد كده الاكتنج. انا مش بقرأ، انا بس بشوف كل مين اللي موجودين وبعد كده نبدأ نعدهم. في كمان drawing،
في كمان الريدنج ما كتبتش، دروينج كتبناها مرتين، هنكتب مكانها الريدنج لان دروينج كتبت خلاص فوق، هنكتب مكانها الريدنج. بعد كده في مين ما كتبش؟ في ميوزك. كده دول الهوبيز اللي هم كانوا بيتكلموا عليها، او دي اللي احنا هنبدأ نعد عليها. تعال نعد يلا. الدروينج جه كام مرة؟ ادي 1 2 3 4، يبقى هنا هنقول له 4. هنا بعد كده السينجينج كان فينا في 1 2 3 3. بعد كده الاكتنج كانوا كام؟ 1 2 3. reading 1 2 3 4 5 6. music 1 2 3 4 5. اتأكد ان مفيش حاجة ما اتعملش عليها، كله اتعمل عليه خلاص تمام. بعد كده بعمل ايه؟ هروح ان انا هنصغر بس التيبل ده سيكا، مش مهم الميوزك ثابت الام بتاعتها مش مهم. تعالى بقى نرسم ايه هنا. طبعا انا يفضل ان انا هرسمها في كراسة رسم باينة عشان تكون بالنسبة لك اوضح واحسن، فهجيب لك ورقة نرسم عليها بالشكل ده. بص يا سيدي، هنا احنا اللي احنا هنرسمه، انا مثلا انا عندي كام اكتيفيتي او كام هوبي بيحبوها؟ 1 2 3 4 5. فانا مثلا هكتب هنا الدروينج. طبعا انت بالنسبه لك ممكن تلف الكراسه بتاعتك وتكتبها، لكن انا مش هعرف الف ايدي فايه، فهلفها كده دروينج، يبقى العمود اللي هنا ده بتاع الدروينج ماشي. عندك كمان هروح اكتبهم كلهم والفها، وهسيب ايه؟ واسيب ايكوال جابس ما بينهم. يعني انا سبت هنا عمود، ركز معايا، سبت هنا عمود كتبت على العمود اللي بعده، سبت هنا عمود هكتب على العمود اللي بعده، وبعد كده عندي acting اهو، واروح الف ده كده، سبت ده وهكتب على اللي بعده. بعد كده reading والف ده واكتب على اللي بعده، واسيب ده وسبت عمود وكتبت على اللي بعده، ما تلزقهمش في بعض. اخر حاجه الميوزك، ونلف دي كده نحطها هنا. هو انا يا مستر في ترتيب معين اكتب بيه الحاجات دي؟ طالما الداتا اللي قدامك دي عبارة عن categorical data او descriptive data او مش ارقام، فانت تقدر تكتبها زي ما انت عايز. تجيب الميوزك في الاول تحطها في الاخر، تجيب الاكتنج في الاول في الاخر، مش مهم. تقدر ان انت تعيد ترتيب البارز براحتك في البار جراف. طيب، بالنسبة للفريكوانسي، مين النمبر اللي كان او اكبر نمبر كان موجود؟ كان مين اكبر نمبر موجود؟ كان 6. وبالتالي طالما اكبر نمبر موجود كان 6، فانا محتاج اوصل هنا لحد ال 6. فهنا هكتب 1 على اللي بعدها اللاين. بص انا بكتب النمبرز بتاعتي على اللاين نفسه، مش على المربع، مش جوه المربع، يعني ما اكتبوش كده، لا، اكتب على على اللاين نفسه، على الخط التقيل. و2 3 4 5 6 7. انت ملاحظ ان في خط تقيل وفي خط خفيف وخط تقيل، واخد بالك منهم؟ شايفهم كويس؟ ممكن تعمل زوم ان بحيث انك تشوف الرسمة كويس. يبقى احنا هنا عندنا الفريكوانسي بتاعنا، وعندك هنا الايه الهوبي اللي هم ايه بيحبوها. بعد كده هنروح نكتب او نرسم البارز بتاعتنا. برسمها بالمسطرة بتاعتي طبعا. الدروينج كان 4، فهاجي هنا هطلع لحد الفور واقفل عليه. بس ده كده الدروينج. بعد كده السينجينج كان 3، هاجي هنا اطلع لحد ال 3 واقفل عليه. كمان الاكتنج كان 3 بالمسطرة بتاعتك تمام. بعد كده خلاص انت عرفت ازاي هتعملها بالمسطرة. بعد كده الريدنج 6، هطلع بالريدنج لحد ال 6. بعد كده الميوزك 5.
ملاحظ انت شوية حاجات، ان انت قلت لك ممكن تعيد ترتيب البارز زي ما انت عايز. ممكن تاخد بالك كمان ان انت في هنا equal gaps ما بين البارز وبعضها، في مسافات ثابتة ما بين البارز وبعضها، ما هماش لازقين في بعض. ما فيش مثلا هنا سايب مسافة وهنا سايب مسافتين وكده. يعني مثلا لو انا حطيت البار الاخير ده في الحتة دي وكتبت الميوزك في الاخر هنا يبقى غلط، لانك المفروض طالما سبت مسافة واحدة هنا تسيب مسافة زيها فترجع ده مكانه. يبقى انت في عندك equal gaps ما بين البارز وبعضها، هنا بار وهنا بار وهنا بار وهنا بار، ما بين كل بار والبار اللي بعده لازم يكون في مسافة ثابتة. وهنا احنا كتبنا السكيل بتاعنا، النمبرز كان عددهم قليل فكتبنا على حسب ما احنا محتاجين، بس مش محتاج ان انا ازود. طيب بعد كده جاي بيقول لي represent this data with a bar graph. خلاص رسمتها، يبقى انت دلوقتي بتعرف ترسم دوت بلوت، بار جراف، وبوكس بلوت. تمام. تعالى بعدها بيقول لي what is the hobby which is the largest number of students prefer. بيسألك على شوية أسئلة على حسب الرسمة اللي احنا رسمينها. مين أكتر هوبي العيال كانوا بيحبوها؟ فهتلاحظ إن أطول عمود عندك كان الريدنج. بعد كده what is the hobby which is the least number of students preferred. least number يعني أقل عدد من العيال بيحبوها. كان عندنا اتنين، كان في الأكتنج والسينجينج. في بعد كده بيقول لي how many more students prefer music than drawing. واحنا في جريد 2 عارفين ان how many more دي بتاعت ماينس. اللي كانوا بيحبوا الميوزك اكتر من اللي بيحبوا الدروينج بقد ايه؟ الميوزك كانوا 5، واللي كانوا بيحبوا الدروينج كانوا 4. ف 5 minus 4 equal 1 student. كان في عدد واحد طالب بيحب الايه، بالنسبة لعدد الميوزك وعدد الدروينج، كان اللي بيحبوا الميوزك اكتر من اللي بيحبوا الدروينج باي 1 student. بعد ما عرفنا ازاي نرسم الدوت بلوت والبوكس بلوت والبار جراف، تعالى معايا افكرك كمان من جريد 6 بالهيستوجرام. في لحد دلوقتي خد بالك احنا ما قلناش بربع جنيه كلام جديد، يا اما من تانية ابتدائي يا اما من ستة ابتدائي، ما قلناش اي حاجة جديدة. حتى الدوت بلوت اخدته في ستة ابتدائي، واخدت حاجة شبهه كمان كان اسمها لاين بلوت اللي كان في جريد 3. فركز معايا هنا في الهيستوجرام عشان هو فعلا محتاج تركيز منك شوية. هنا بيقول لي the following are the math test marks of the students in a class. زي ما انت شايف درجات العيال تفرح القلب ما شاء الله، ناس جايبة 8 وناس جايبة 14. ما اعرفش درجة من، وفي ناس جايبة 55، يعني الدرجة حتى مش من 50. المهم تقريبا الدرجة شكلها من 60، فربنا يستر، لان انا شايف اعلى درجة موجودة 59، فلعل وعسى ان تكون درجة من 60 مش من 100 ويطلعوا كلهم ساقطين يعني. المهم وفي واحد جاب 4 لوحده بمجهوده، خد بالك كتب اسمه خد على الدرجة. المهم دلوقتي الراجل الطيب ده بيقول لي انا عايزك تريبريزنت الداتا دي بالهيستوجرام. بس زي ما انت شايف الداتا دي كتير قوي. يعني انت لو جيت تتكلم على حاجه زيها انك نحلها مثلا بالبار جراف، فالبار جراف انا كده محتاج احط لكل نمبر من دول بار لوحده، ما هو النمبرز اللي اتكررت عددها قليل. فمثلا دول معرفش عددهم كام، ولكن هتحتاج بارز كتيرة جدا، مش منطقي ان انا اروح ارسمها بالبار جراف بكمية الداتا اللي موجودة دي. فقال لي لا احنا هنروح نرسمها بالهيستوجرام. طب ايه الفرق ما بين الهيستوجرام والبار جراف؟ قال لي اول فرق هنتكلم فيه دلوقتي ان الهيستوجرام بيريبريزنت الداتا از انترفال، يعني سيتس او جروبس، بيقسم كل كام نمبر مع بعض في عمود واحد. هنا كان مكتوب descriptive data، كان مكتوب الدروينج كام واحد بيحبها. انما لو كانت numbers وهكتب لكل نمبر كولم لوحده هحتاج عدد كبير جدا من البارز، صح؟ فعلشان كده مش هينفع استخدم البار جراف في داتا زي دي، هروح استخدم الهيستوجرام. ليه يا ايسل؟ قال لي عشان يا مستر نقسم كل شوية نمبرز مع بعض، كل شوية درجات مع بعض. يعني مثلا الناس اللي جايبين اعلى من 50 مع بعض، الناس اللي جايبه اعلى من 40 مع بعض، اعلى من 30 مع بعض، الحاجات دي كلها تبقى مع بعضها نقسمهم جروبس. فبالتالي تحتاج مثلا ايه؟ تحتاج 5 بارز 6 بارز بس مش اكتر من كده، 7 بالكتير. انما مش هروح اعمل 30 40 بار على اساس ان كل واحد جايب درجة لوحده ودرجة مختلفة عن زميله، صح؟ فمش هينفع. فاحنا هنقسمهم ازاي؟ قال لي اول حاجة انا محتاج اعرف الرينج بتاعك، انت شغال ارقامنا عندك من كام لكام.
النمبرز بتاعتك عندك من كام لكام. فقلت له الرينج ده كنا بنجيبه ازاي كده، فكرني من جريد 6. قال لي الرينج ده احنا بنجيبه عن طريق ان احنا نعمل الماكسيمم فاليو ماينس المينيمم فاليو. اشطر واحد ناقص اخيب واحد. اشطر واحد كان 59 ناقص ماينس اصغر واحد اللي هو الفور، يطلع معاك كام؟ 55. يعني قول يا سيدي معانا تقريبا 60 رقم عايزين نقسمهم جروبس. قال لي بص، احنا هناخد الناس اللي جايبه من اول زيرو، من اول زيرو، وخد بالك كلمه او الداش اللي مكتوبه جنبها دي 0 2. 0 2 دي معناها ان انا هاخد النمبرز اللي جايبين من اول زيرو لحد الكام، لحد مثلا الناين، وابدا الجروب التاني من اول 10. يعني ايه من اول 10؟ يعني انا هاخد الناس اللي جايبين من زيرو لحد الناين مع بعض، او اللي هو من زيرو لحد ما قبل التن مع بعض، والناس اللي جايبه من 10 لحد 20 مع بعض، ومن الناس اللي بادئه من اول 20 لحد 30 مع بعض، ومن اول 30 لحد ال 40 مع بعض، لحد ال 40 اللي هو ما قبل ال 40. يعني ال 40 نفسها في الست الجديده دي، لكن لو قال لك مثلا 29 29.5 لا يبقى في اللي فوق هنا. طب هنا 40، هنا 50. ال 50 دي هيكون اخرها كام؟ هيكون اخرها لحد ال 59 او لحد ما قبل ال 60 يا سيدي. انت اكبر رقم عندك كام؟ انا اكبر رقم عندي 59. يعني هنا كده دلوقتي ليه انترفال تلمه؟ قال لي اه. طيب لو انا قلت لك اصغر رقم عندك كام؟ اصغر رقم عندي 4. هل في عندك انترفال هتاخد الفور؟ يعني اكبر رقم ليه مكان، اصغر رقم ليه مكان، ليه انترفال تلمه؟ ايوه. كل النمبرز اللي عندك ليها انترفالز تلمها؟ قال لي ايوه. قلت له خلاص اشتغل على كده. كل النمبرز اللي من اول زيرو لحد ما قبل التن هاخدهم في ست واحدة. ازاي ده؟ احسبها ازاي يا مستر؟ هفهمك. بص يا سيدي، دلوقتي احنا هنروح نعد اي نمبر اقل من 10 هنعده كده، دي 1. امشي بالترتيب عشان ما تمشيش عشوائي، ما تمشيش عشوائي علشان ما تنساش حاجة، ماشي؟ لان زي ما انت شايف الداتا كتير هتلخبطك. 1 2، اي حد اقل من 10 بنحسبه 2 بس. 2 بس. هنا تعال نكتب بس التيبل بتاع الفريكوانسي تيبل بتاعنا ده في جنب كده محترم زي البني ادمين، ونكتب ان هنا دي الانترفال، وهنا ده الفريكوانسي التكرار بتاعها. هنا احنا قلنا الارقام من 0 لحد ما قبل ال 10 جم مرتين اللي هما كانوا ال 8 وال 4. في عندك حد تاني كان جاي اقل من ال 10؟ لا. تعالى بقى عد من ال 10 لحد ايه اللي قبل ال 20. من اول ال 10، من اول ال 10 واحده اهي 1 2. 20 دي في الست اللي بعدها، 20 دي في الست اللي بعدها مش هحسبها. كده احنا معانا 2 3 بس. طب ال 20 قال لي تعالى بقى عد من 20 لحد اللي قبل ال 30. من اول ال 20 لحد اللي قبل ال 30 1 2 3 4. بعد كده ال 30 روح احسب كده ال 30 من اول 30 لحد ما قبل ال 40. 1 2 3 4 5 6 6. بعد كده ال 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وبعد كده ال 50 اللي باقيين 1 2 3 4 5 6 7. محتاج بس دلوقتي بعد ما عملت كوليكشن للداتا دي، خلاص جمعتها عملت كولكتنج للداتا دي، محتاج بس ان انا ارسمهم. هرسمهم ازاي؟ هنروح نجيب برضو نفس البتاع اللي هنرسم فيها، عشان طبعا انت معاك كراسة الرسم البياني كانت معاك. هنبدأ نرسم هنا، ونرسم هنا كمان، وهنا واحنا بنرسم هيظهر تاني فرق معانا ما بين البار جراف والهيستوجرام. في البار جراف احنا قلنا ان هو بيقدر يكولكت الداتا سواء كانت كاتيجوريكال او نيوميريكال داتا، سواء كانت ارقام او حاجات فيفورت كولر فيفورت سبجكت، كان يقدر يريبريزنت الداتا دي. لكن هنا الهيستوجرام ما يقدرش يعمل غير الكوانتيتيف داتا بس، اللي هي اللي فيها ارقام بس، ما يعرفش يعمل مثلا الارت والميوزك زي ما كنا بنعمل دلوقتي، ما يعرفش.
فرق كمان ان احنا في البار جراف كنت انت تقدر تبدل او تغير ترتيب البارز، تجيب بار في الاول تجيبه في الاخر، ما هتجيب الدروينج مكان الميوزك عادي. انما زي ما انت شايف هنا السيتس بتاعتنا او الانترفلز بتاعتنا ماشية بترتيب ورا بعضها، فما ينفعش ان انت تغير الترتيب ده. هبدأ هنا 10 او هنا 0 الاول، وهنا جنب منها على طول 10. ولاحظ ده كمان فرق، ان احنا في البار جراف هنا كنت بقول لك سيب جابس ما بين كل بار والبار اللي بعده، صح؟ هنا في الهيستوجرام مفيش اي جابس، لازم البارز كلها تكون لازقه في بعضها. فهنا دي 10، دي 0، 10، 20، 30، 40، 50 بس. روح بقى اكتب، شوف هنا اكبر رقم عندك كان كام؟ كان 11. اوصل له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنا ده الفريكوانسي، وهنا دي الانترفلز. هبدأ ارسم اعمدة، يلا. الزيرو كان موجود لحد ال2، بعد كده ال10 كانت 3، بعد كده ال20 كانت 4، بعد كده ال30 كانت 6، بعد كده ال40 كانت 11، بعد كده ال50 كانت 7. طبعا الارقام دي احنا جايبينها من اللي احنا عديناه من الداتا اللي هو كان مديها لي، وكده اكون رسمت له الهيستوجرام. جه بعدها سالني، طب بيقول لي بعد اذنك مين الموست اوف ذا ستودنتس سكور رينج، اكتر رينج اتكرر عندك كان كام؟ من اول 40 لحد ال 50، يعني من اول 40 more than 40، more than 40 الناس اللي كانت جايبه 40 او اكتر، 40 or more and less than 50. 40 or more and less than 50. الناس اللي كانت جايبه من اول ال 40 لحد ال 50 دول كانوا اكتر سكور رينج اتكرر معانا، لان وصل عندنا في كام طالب؟ في 11 طالب كانوا جايبين في نفس الرينج ده. جه بعدها بيقول لي طب the number of students scoring less than 30، الناس اللي جايبه اقل من 30. الناس اللي جايبه اقل من 30 يعني البار ده ال 30 هنا، فالناس اللي جايبه اقل من البار ده وده وده كل دول جايبين اقل من 30. يعني كام؟ دول 4 ودول 3 ودول 2. 4 plus 3 plus 2 كام هما كده؟ 9 students. 9 students كانوا جايبين less than 30. طب بعدها بيقول لي طب مين الناس اللي جايبه 40 or more؟ 40 or more يعني من اول هنا وانت ماشي. 40 or more من اول هنا وانت ماشي، يعني البار ده معايا ال 11 بلس البار التاني اللي بعده اللي هو 7، فيطلع معايا كام؟ يطلع معايا 18 ستيرنز. يبقى انا اقدر احسب او اعرف مين هي الموست انترفال او مين هي الليست انترفال، او اقدر اشوف لو في اسئله خاصه بالدرجات اللي تحت لو بادئه من الانترفالز اللي موجوده على حسب الليميتس بتاعت الانترفال اللي موجوده اعرف اجاوبك. يعني انت لو سالتني قلت لي كم طالب جايب اقل من 30 زي ما انت سالتني دلوقتي اقل من 30 هعرف اجاوبك، انما لو سالتني كم طالب جايب اقل من 35 من نص الانترفال معرفش. لازم تجيب لي اسئلتك على حسب الانترفلز اللي معموله. حاجه كمان، مستر حضرتك بدات من اول الزيرو و10 20 30. افرض انا حبيت ابدا من الفور، ابدا من الفور وبعدها ابدا 14 24 34 44، انا حر. ينفع؟ ينفع. طب ما كده اجابتي رسمتي هتبقى شكلها مختلف عن رسمه اللي جنبي، هيبقى البارز بتاعتي مختلفه عنه. حصل، وفعلا لو عمل كده هتكون اجابتك مختلفة عنه. فعشان كده في الاغلب لما بيجيب لك سؤال زي ده بيعمل حاجة من اتنين، يا اما يعطيلك التيبل ده جاهز جاهز وانت ترسم، يا اما يكون عاطيلك زي اللي تشيك كده، يكون عاطيلك الانترفالز اللي انت هترسم عليها. يعني يقول لك اشتغل قسم الانترفالز بتاعتك 30 40 50. ليه؟ عشان يجبرك ان الانترفالز بتاعتك تكون زي الانترفالز بتاعت زميلك، وتقدر تجاوب على الاسئله اللي تحت وتطلع اجابتك زي اجابه زميلك بالظبط، ما يكونش في حد اجاباته مختلفه عن التاني الا اذا كان هو حل الغلط بقى. تمام كده؟ دلوقتي جه دورك ان انت تحل سؤال الهيستوجرام في بيج 248. تعالى معايا دلوقتي هنبدأ نشتغل في حاجة جديدة علينا، ده بقى الجديد بقى اهو، شغل جديد اهو. سيبك من كل الكلام اللي فات، والله ما قلنا فيه كلمة بربع جنيه جديدة، يعني كل اللي فات ده كان قديم، يا اما من جريد 2 يا اما من جريد 6.
حتى انا ممكن اجيب لك الشرح بتاعهم من جريد 2 وجريد 6 لو انت عاوز، لو حاسس ان الموضوع صعب عليك في اللي فات. عشان قلنا حاجات كتير مع بعض، انا ممكن اجيب لك شرحهم من جريد 6، سواء البوكس بلوت او الدوت بلوت او الهيستوجرام، بالتفصيل الممل، وبدل الاكزامبل 2 و5 على كل درس من جريد 6، وهتلاقي الموضوع بالنسبة لك بقى عبيط. وانا متأكد وفاكر في السنة اللي فاتت الناس ما كانتش عايزاني اشرح ازاي. ما كانوش عايزيني اشرح ازاي نكون التيبل بتاع الهيستوجرام، واصريت ان احنا نشرحه عشان موجود في المنهج ومهم. وجات لك في مدرسة لارا سامح، جالها في المدرسة وهي الوحيدة اللي حلته عشان هي اللي كانت واخداه. فركز معايا ارجوك، انا عارف مصلحتك فين. دلوقتي هنبدأ في جزء جديد بيتكلم عن الستيم اند ليف. ايه يا مستر الستيم اند ليف ده؟ ايوه، هو اللي جه في دماغك، الساق والاوراق، اخدتها انت في الساينس تقريبا. جذع الشجرة او الساق بتاعت الشجرة والاوراق بتاعتها. هنبدأ نريبريزنت الداتا دي عن طريق حاجة اسمها ستيم اند ليف بلوت. ايه يا مستر الستيم اند ليف بلوت دي؟ قال لي بص، احنا الداتا اللي قدامنا بسم الله الرحمن الرحيم، واول ما اخش عليها هرتبها. ايه رتبها؟ ارتب كل دول؟ اه رتبهم. ممكن تجيب اخوك الصغير لو في اولى ابتدائي، خليه يرتبهم لك عما انت تتغدى ولا حاجه. فاحنا هنا هنبدا نجيب ايه؟ هنبدا نجيب مين اصغر نمبر موجود عندنا. انا شايف 37، في اقل من 37، في 32، في اقل في 27، في اقل من 27، في حاجه اقل من 27، في مثلا 24، 20 حاجه، 25. اهي 25 فين؟ اهي 25 اهي. يبقى احنا هنرتب كده، ركز معايا. 25 تمام. بعد ال 25 في مين؟ بعد ال 25 خدناها في هنا 20 حاجة تانية، في 27 هنا اللي كنا واخدينها، وفي كمان 27 تانية ولا حاجة. ركز عشان لو في حاجة ايه، في موجود منها اتنين ولا حاجة ناخدهم كلهم. في كمان 29، ولو لقينا حاجة واحنا بنشتغل نبقى نرجع نجيبها. 29. بعد كده في مين؟ بعد كده في 30. 30 في 32. 32 انا هعمل لك كل تنة مع بعض في بتاع واحدة، يعني هنا التوينتيات كلها مع بعض، السيرتيهات كلها مع بعض، الفورتيهات كلها مع بعض، ماشي. هنا 32 كتبناها، في 32 تانية، في 32 تانية ولا حاجة؟ لا. طب خلاص، في 36، في 35، في كمان 36. ولو لقينا حاجة متكررة هنبقى ناخدها، هنبقى نفتح لها مكان ونحطها، مش مشكلة. في بقى 37 و37 و37، 37، 37، 37. في 30 تانية؟ في اي 30 تانية؟ مفيش. في 40، في 41، 41، 40، 40 تانية 1. لا، في بقى 44، في 40 تانية، في 46 و 46 اهي، في حاجة قبل ال 46. في 42 اهي كمان، في 42 اهي، في 42 اهي. هنوسع ده كده، تعالي بعد اذنك يمين شوية. في 42. بعد كده قلنا في 46، في 2 46، وفي كمان 47 2، وفي 48 واحدة، وفي واحدة كمان اهي، يبقى اتنين كمان. وبعد كده في 50 و51 و51 كمان، و54 و55. في حد لسه ما خدناهوش؟ 54 و55 كده خدناهم كلهم تمام كده. تمام. قال لي بص يا سيدي، انت عشان تريبريزنت الداتا اللي معاك دي بالستيم اند ليف بلوت، ركز معايا. هنرسم خط كده، هنرسم خط كده، ماشي. ده الستيم، ده اللي هيكون الساق بتاعتنا والاوراق بتاعتنا اهي. هنا الجذع، وهنا الشجرة، هنا الورقة. فهنا انا هاخد الوانس لوحدها. يعني ايه يا مستر الوانس لوحدها؟ خد الرقم اللي على اليمين لوحده، الرقم اللي على اليمين ده لوحده، والباقي اللي على الشمال كله لوحده. يعني مثلا انت عندك هنا 25 و27 و29، بدل ما اقعد اقول 25 27 29 عمال اقول 20 كتير، صح؟ لا، انا هحط هنا اهو 2 بس، 2 بس، واكتب الناحية التانية ال 5 وال 7 وال 9، واللي يجي يقرأها يقرأها 25 27 29. طب بالنسبة لل 30، مش انت عندك 32 35 36 37 37 37؟ قال لي اه.
قلت له طب خلاص تعالى هنحط هنا اهو 3 بس، وهنا اهو هنكتب ال2 وال5 وال6 وال7 وال7 وال7. مستر متكررين؟ ايوه متكررين، مش هم موجودين ثلاثة اكتبهم الثلاثة. فانا هنا كتبت التنس لوحدها والوانس كلهم مع بعض. طب دي بتتقرأ ازاي يا مستر؟ بتتقرأ 32 35 36. طب بالنسبة لل40 هكتب هنا ال4، والناحية التانية هكتب مين؟ ال1 عشان كان عندك 41، وال42 اكتب 2، وبعدين 44 و46 و6 و7 و7 و8 و8. صح كده؟ طب بالنسبة لل50، ال50 كان عندك 50 بس. طب 50 بس دي اكتبها ازاي؟ قال لي اكتب في الوانس 0. طب والتانية 51، 51 كمان 54 55. سؤال صغير قد كده يا مستر، هو اللي هيجي يقرأ الكلام اللي احنا عمالين نعمله ده هيفهم منين اذا كانت دي 25 ولا كام؟ هيعرف منين؟ قلت له ما هو انا هنا لازم اعطي له كي. فاكر في عارف في الدراسات لازم يعطي لك كي للخريطة علشان تقدر تعرف الخريطة دي من هنا اخضر، من هنا جبال، من هنا مش عارف ايه. كذلك احنا في الايه، في اللاين بلوت في جريد 3 كنا لازم نقول له كل اكس بكام. في البيكتوجراف في جريد 2 كنا لازم نقول له كل سمايل فيس بكام، ب1 ولا 2. لازم يكون عاطيني كي اعرف اقرا بيه الداتا عشان يفك لي اللي يجي يقرا يبقى عارف احنا منظمين الداتا دي ازاي. فانا هقول له خد الكي بتاعك اهو ما تعيطش. انا هكتب 2 وحته من البار اللي احنا موجود كاتبينه ده و5. مش دي حته من البار؟ يعني انا خدت ال2 وحته من البار و5. هقول له means 25. كده اللي هيجي يقرأ هيبقى عارف ان احنا قصدنا ب 2 بار 5 means 25، هيبقى فاهم ان احنا قصدنا بيها 25. طب اشمعنى يا مستر حضرتك اخدت ال 2 بار 5؟ يا عم خد اي حد، خد اي اتنين، خد ال 3 مع ال 2، خد ال 3 مع ال 5، خد اي حد يا عم، خد انا، خد ال 4 مع ال 1، خد ال 4 مع ال 2، خد اي حد. هنا لو خدت ال 5 والزيرو ممكن تقول له 5 كده بار 0 means 50. خد اي واحده، انا محتاج واحده بس مش محتاج اتنين. يعني ممكن تكتب اللي فوق او تكتب اللي تحت، اي واحده منهم، مش لازم ان انت تكتب اكتر من واحده. نقي واحده خدها، قول له بتتقرا كده. يعني 2 وهنا 5 دي تتقرا 25. خد ال 3 مع ال 6 وقول له تتقرا 36. يبقى احنا كده خلصنا دي. قام جاي بعدها قام قال لي طب بعد اذنك انا عايزك تجيب لي الميديان والمود والفيرست كورتل والثيرد كورتل. اه انت جاي تهزر بقى كده، انت جاي تهزر. طب مبدئيا المود سهل ليه؟ لان احنا عارفين مين اكتر رقم اتكرر. كان حد عارفه مين اكتر رقم اتكرر؟ ال 37. جدع، ال 37 جدع. ليه؟ لان هنا بص ال7 جت 3 مرات في نفس الرو. 37 37 37. هنا ال 40 جت فعلا 40 ظهرت كتير، 41 42 44 46 46 47 7 48 48. بس كل واحدة منهم ظهرت كم مرة؟ مرتين. انما ال 37 جت كم مرة؟ 3. وبالتالي تكون هي المود وتكون 37 هي المود. يعني انا عشان اعرف المود بسهولة يا عم احمد هروح اقول له شوف مين الرقم اللي ظهر في نفس الرو اكتر من يعني اكتر من غيره. اكتر حاجة ظهرت في نفس الرو، فهنا ال7 ظهرت 3 مرات، يبقى كده ال 37 دي هي دي الاجابة بتاعتنا بتاعت المود. لسه لك مين؟ لسه لك الميديان. طب الميديان ده احنا كنا بنجيبه ازاي؟ كنت بكنسل واحدة من على الشمال وواحدة من على اليمين، صح؟ لكن دلوقتي هما مرصوصين بطريقة مختلفة، فأنا عايز أكنسل واحدة من الصغيرين يا عم ياسين وواحدة من الكبار. إزاي أكنسل واحدة من الصغيرين وواحدة من الكبار؟ قال لي بص، مين أصغر حد عندك؟ ال 25. مين أكبر حد عندك؟ ال 55، صح؟ كنسل واحدة من الكبار وواحدة من الصغيرين. كنسلت واحدة من الصغيرين وواحدة من الكبار، واحدة من الصغيرين وواحدة من الكبار، واحدة من الصغيرين ما هي دي 27 يعني من الصغيرين، واحدة من الكبار 51، واحدة من الصغيرين 32 51 50 35 50. كنسل واحدة من الصغيرين وواحدة من الكبار، تمام. كنسل واحدة من الكبار واحدة من الصغيرين، واحدة من الكبار واحدة من الصغيرين، واحدة من الكبار واحدة من الصغيرين، وافضل امسك كده احذف احذف. واحدة من الصغيرين واحدة من الكبار، واحدة من الصغيرين واحدة من الكبار، طلع لك اتبقى لك مين؟ 44. يبقى الميديان بتاعك مين يا نجم؟
44 دي الميديان بتاعتنا. كنسلنا من هنا وهنا، اتأكد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. المفروض يكون في بعدها كمان 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. احنا صح، ده الميديان. في قبلها 11، في بعدها 11 وهي في النص. ده مين؟ ده الميديان. لسه لك مين؟ الفيرست كورتل. الفيرست كورتل كنت بجيبه ازاي؟ بروح للديتا اللي قبل الميديان واقسمها نصين واجيب الميديان بتاعهم يعني. فهنا ده الميديان، سيبك منه، سيبك من الميديان خلاص. كنسل واحدة من الصغيرين، واحدة من الكبار، 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 اتبقى لك 6. 36. ده الفيرست كورتل. وبعدين الثيرد كورتل، عايز الثيرد كورتل اجيبه لك، هروح للناحية التانية، واحدة من الصغيرين، واحدة من الكبار، صغير كبير صغير كبير صغير كبير صغير كبير، اتبقى لك مين؟ ال8 يعني 48. طب لو اتبقى لي 2 يا مستر، بلس وديفايد 2 برضه، نفس اللي احنا كنا بنعمله في العادي. عايز ترتبهم كلهم جنب بعض وتجيب منهم الميديان، براحتك، عيش حياتك. لو طلب منك بعدها انك ترسم له البوكس بلوت هيبقى صعب، ما خلاص احنا جبنا كل حاجه بتترسم بها البوكس بلوت، يعني هتبقى صعبه. هروح ارسم نمبر لاين وارسم البوكس بلوت بتاعي عادي. معايا معايا الميديان، ومعايا الكيو 1، ومعايا الكيو 3، والمينيمم والماكسيمم. المينيمم 25 والماكسيمم 55. هقدر ارسم لك اللي انت عايزه، مش هيكون فيه مشكله ان شاء الله. طيب تعالى هنا. هنا الاول بيقول لي انا عايزك تاخد بالك بقى من الاشكال اللي قدامك. ده ستيم اند ليفز جاهزه. هنا 5 وهنا 11. هنا 5 وهنا 11. وهنا دي مش 11، دي 5 ودي 1 و1 ودي 6 و0 6 و3 6 و5 7 و4 7 و6 8 و1 8 و9 8 و9. انا واحد اهو غريب، ما اعرفش، انا مش من البلد. عايز اعرف هو عمل الستيم اند ليف دي ازاي، عايز اعرف الكي بتاعها هيفهمها لي ازاي. لقيته بيقول لي ان 7 بار 4 represents 74. فانا كده فهمت ان دي مش 5 و1، دي كده 51، ودي 51، ودي 60، 63، 65. صح ولا غلط؟ مش انت كده تقدر تفهم الحاجة اللي هو مديها لك؟ و74، 76، 81، 89، 89 وهكذا. في التانية بيقول لي هنا كاتب لي 12 و3 و4. انا افهم من دي ازاي؟ افهمها ازاي؟ قال لي انزل تحت بص على الكي عشان تفهم. هو قال لي 17 بار 4 means معناها ايه؟ 174. يعني دي كده مش 12، ده دي 120. 123، 124، 132، 132، 136، 161، 168، 170، 174. يعني الفور ده بيقول لك حطها دايما في الوانس، او الرقم، كل رقم من هنا حطه مره في الوانس جنب دول، يدي لك النمبر الاصلي قبل ما كنا نعمله في الستيم اند ليف بلوت. بص كده على الاخيره. هنا للوهله الاولى هتقول له اه يا مستر خلاص انا عرفت، دي 15 و0 يعني 150 151. انزل بقى كده بص على الكي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك 16 بار 2 represents 16.2. اصلا بوينت، طلعت بوينت. يعني دي كده 15.0 يعني 15، ودي 15 و1 يعني 15.1، و15 و1 كمان يعني 15.1 تاني. يعني انا لازم ابص على الكي عشان افهم الداتا دي كان اصلها ايه. كذلك هنا 16 و2 يعني 16.2، 16.3، 17.2، 18.5. على حسب الكي اللي هو عامله هقدر اعرف الداتا دي كان اصلها ايه قبل ما تتجمع بالشكل ده في الستيم اند ليف بلوت. هنا في سؤال بيقول لي in each of the following stem and leaf plots. انا عايزك، بيقول لي write the data. ايه write the data؟ يعني هو مجمعه لك، عايزك انت لما مؤاخذة تفككه، رجع لي الداتا زي ما كانت. فانت عشان تعرف ترجعه زي ما كان بص على الكي عشان تعرف هترجعه ازاي. هنا 23 وبار 2 represents 232. فبالتالي هنا دي كده 232.
233 241 245. اللي بعدها مين؟ 246. بعدها 250 251. ممكن ترصهم جنب بعض لو عايز. و 250 خلاص، 250 و 51 خلصناهم. 262 و 262. طب هما كده مكتوبين ومترتبين، قال لك بعد كده هات لي المود وهات لي الميديان والفيرست كورتر والثيرد كورتر، هيبقى صعب؟ ما خلاص عرفنا. تعالى يا سيدي نشوف. هنا بيقول لي انا عايزك تجيب لي المود. مين المود؟ حد يعرف يقول لي مين المود؟ هو خد بالك قايل لك ان هنا كي 86 بار 2 معناها 86.2، يعني ده ديسيمال، في ديسيمالز في الموضوع. حد يعرف؟ 84.1. طب اشمعنى؟ قال لي يا مستر عشان ال1 جه مرتين في نفس الرو اكتر من اي نمبر تاني، وبالتالي 84.1 هو ده المود، ده اكتر رقم اتكرر. طب والميديان؟ قال لي سهله، سيبها عليا اجيب لك الميديان. سهله ازاي؟ قال لي هيكنسل واحده من الصغيرين واحده من الكبار، واحده من الصغيرين واحده من الكبار، واحده 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 واحده، فتبقى كده ال 87 هي الميديان. ده الميديان. طب افرض انا عايز اجيب الكيو 1. خلاص ده الميديان، انا عايز اجيب الكيو 1. روح للي قبل الميديان، هات الرقم اللي في نصهم، كنسل 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 اهو، 84.2 ده الكيو 1. طب والكيو 3؟ روح للي بعد الميديان، هات الميديان بتاعهم، كنسل 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 كنسل. كام يطلع معايا؟ استنى، احنا كنسلنا مرتين غلط. هنا هنكنسل من هنا واحدة ومن هنا واحدة، من هنا واحدة ومن الكبار واحدة، فيطلع 82 88.2. 88.2 ده كده الكيو 3. كنت طالب حاجة تانية، قال لي ميديان وفيرست كورتر وثيرد كورتر. لو جه قال لك بعدها طب ارسم لي البوكس بلوت، ما خلاص، ما احنا معانا كل حاجة، بتجيب البوكس بلوت كيو 1 وكيو 2 وكيو 3، اجيب لك كل اللي نفسك فيه. الوقت جه دورك في 250 و 251 اتنين تشيك مع الهيستوجرام اللي كنا بنحله. تمام، ابدأ حل فيهم.